عندي هذه 3 أنواع من الكبسولات. هذه طبعا سيل بن، تحتاج لواصق مكلفة صراحة، وما أنصح فيها، بالرغم أنها حلوة في سكبتها، في رغوة القهوة تطلع حلوة. وعندي النوع الثاني ذا اللي جفوره كذا برضو طيبة ممتازة. وفي النوع الثالث ذا اللي هو أفضلهم، هذا النوع. والآن بعلمكم كيف نسوي اللاتيه أو الكابتشينو بهذه الكبسولة. طبعا البن المراني كامل الدسم، أمزح معاكم. البن تحفظوه في البرطمانات الزجاج ذي عشان ما تروح نكهته، نكهة حق البن وريحته ما تروح. البن أنا استخدم قهوة كولومبية، أخذها من الرفاعي، وتنطحن ضروري تنطحن خشن شوي، تنطحن طحن نسبريسو. هذه تعبت تضغطها، والله كان ودي أجيب ميزان وأوزن كم تتعبى بن، بس تقريبا والله أعلم أنها تتعبى من 6 إلى 7 جرام. هذه تكون مكبوسة ما بحالة. الآن نغطيها، بسم الله. وش فيها؟ بسم الله. نتوقع معنا دايركت، نروح للماكينة. دقيقة شوكها. شبكنا الماكينة، شغل معها. كيف تدخل؟ هذه جوات الماكينة، ما تحتاج أي شيء. بسم الله. ننتظر بس لين تخلص تتشغل الماكينة. هذا الحليب يصب أول شيء. خلص الحليب، الآن بيصب القهوة. إذا تبغاها ثقيلة وهذا كاس لاتيه ممتاز جدا وساخن.